الادوار يعني متواجده مع الفتح، وهو قالها يعني منذ البدايه سأكون حاضر مع الفتح، حاضر مع سفيان بن دبكه، وحاضر امام الكرات العرضيه بجانب قاسم، وعرضيه حلوه كانت بجانب سفيان بن دبكه لثاني الاهداف، يضعها بهذه الطريقه الجميله الجزائري، واحد من الاسماء الرائعه جدا، والاسم الذي حقيقه لا شك انه ترك بصمه رائعه جدا بجانب الفتحاويه. ثاني الاهداف وسط لوم لا شك بجانب كنو وامام الدفاع الذي يلام على مستوى الكرات العرضيه. في سفيان بن دبكه العلامه الفارقه الذي حضر للفتح بهدفين رأسيتين. الهدف الاول جاء عند الدقيقه 15 من الجزء الاول من هذه المواجهه، ليظهر سفيان بن دبكه عند الدقيقه 24 أن يحتاج فقط ل9 دقائق بنفس السيناريو، ولكن من جهه اخرى ويسجل هدفا لصالح فريقه الفتح في هذه المواجهة. إذا شوط المباراة الأول ينتهي بهدفين الفتح مقابل لا شيء للهلال، إليكم هذه الأرقام التي حضرت في شوط المباراة الأول. 55% نسبة الاستحواذ في الهدف الثاني، يوجه في الهدف الثاني وينسى هنا القراءة اللي تسجل في هدف في الاتحاد أو هدف عفوا في الأهلي. هنا أول شيء لو نوقف شوي. أول شيء خليفة الدوسري ليس من المفروض أن تسمح للاعب بلعب العرضية، إذا الأنومة كمدافع قلب دفاع أو كإشراكك في الظهير الأيمن، هذا واحد. الشيء الثاني، أنت هنا ما تنظر إلى اللاعبين، ما تنظر للكرة، يجب أن تنظر إلى اللاعب. يعني كلاكت ثاني مرة بن دبكة بين لاعبين بين قلبين دفاع. لا مراد يا مراد يا مراد يا مراد، شوف سفيان بن دبكة لعبها بشكل ممتاز في مكان جميل، وصلت للهداف. مراد 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 مراد، أنت الوفاء في صورة يا باطنة. الله، طلعة فتحاوية، لعبة ملعوبة في ياسيبونو باتجاه المرمى، ومراد باطنة يأتي بالثالث في مرمى الهلال، والكرة تتجه للمرمى بالهداف الجميل، للهداف الرائع جدا هو الفنان مراد باطنة. نعم، الحلول تبدأ من عنده،